ولكن اليوم باش تجيب لي قضية مزيفة تاع حكم ذاتي ما حكم ذاتي وخرافات تاع جحا وتاع ما نعرفوهاش. وخرافة الحكم الذاتي لا يمكن أن تؤسس لأي حل. مبادرة جحا كما سماها الرئيس المعين تبون سيجلس صاغرا منبطحا ويتفاوض على أساسها كما قرر مجلس الأمن. خرافة الحكم الذاتي هي المبادرة التي يعترف بها العالم تقريبا كله، كل دول العالم، ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تفرض المفاوضات على هذا الأساس. الكلام تاع الرئيس المعين تبون والحثالة الدبلوماسية أحمد عطاف بطبيعة الحال يؤكد غياب الاستشراف، غياب الرؤية، ويعيدنا إلى الصدمة التي يعيشها اليوم النظام الجزائري وأنصاره، خصوصا أن الكلمات هذه كانت منذ أسابيع فقط، بل أن البارحة في مجلس الأمن سلوفينيا التي شكرها النظام الجزائري عدة مرات يعني صوتت لصالح القرار الذي يرسم مغربية الصحراء. نسمعوا أحمد عطاف الحثالة الدبلوماسية ما قال على سلوفينيا منذ 3 أسابيع. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه عاليا بالموقف المبدئي والمشرف لجمهورية سلوفينيا، كما أحيي في ذات السياق موقفكم الثابت من القضية الصحراوية ودعمكم المتواصل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتناسقا مع العقيدة الراسخة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال تصفية سلوفينيا دعمها راسخ للقضية الصحراوية، الدليل أنها صوتت البارحة لصالح مبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء. معناتها هذه فقط التصريحات تبين أن الجزائر هي مزبلة على الهواء الطلق حرفيا بسبب قضية الصحراء، لأننا صرفنا ملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري على قضية خاسرة لا ناقة لنا ولا جمال فيها، لكن أيضا مزبلة دبلوماسيا. يعني انه ناس ليس لهم رؤيه على بعد اسابيع، ما قلتلكش سنوات، منذ اسابيع تبون كان يقول لك مبادره الحكم الذاتي مبادره جحا، نفس الشيء العطاف. معناتها الناس هادو على بعد اسابيع لم يكونوا قادرين على استباق ما يحدث الان واللي هو اكبر فضيحه في تاريخ الدبلوماسيه. فما بالك أن القضية الحيوية والمصيرية، القضية المقدسة للنظام الجزائري الآن سقطت بعد سقوط وهم أنه الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، لأنه ممثل الإخوان هناك قال بأن الجزائر لم تقدم شيئا. معناتها قضيتين المتاجرة الأساسيتين للنظام الجزائري ضاعتا، واليوم سيركع النظام الجزائري ويرضخ، لأنه إدارة دونالد ترامب